كتير من الأهل أول ما حرارة الطفل بتعلى بيبتدوا يقلقوا ويتصرفوا بسرعة، ولكن ساعات السرعة دي ممكن تعمل مشاكل. في الحلقة دي هنتكلم على الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحرارة، ونفهم مع بعض إمتى لازم أدي خافض، إزاي أستخدم الخوافض والكمادات صح، وإمتى لازم أروح للطفل بتاعي للطوارئ أو لدكتور الأطفال. تابعوا معايا الحلقة للآخر علشان تعرفوا تطمنوا على أولادكم وتتصرفوا صح. يعني ايه سخونية اصلا؟ السخونية او ارتفاع الحرارة هي ان حرارة الطفل تكون اعلى من 37.5 لو بنقيسها من تحت الابط، او اكتر من 38 لو بنقيسها عن طريق استخدام الترمومتر الاذن. هي مش مرض ولكنها عرض بتبين لنا ان الجسم بيقاوم حاجة معينة، عدوى، التهاب، تطعيم. نبدأ بقى بالاخطاء الشائعة في استخدام خوافض الحرارة. أول خطأ ويمكن أكتر خطأ شائع وهو استخدام خافض الحرارة لمجرد إن الرقم بتاع الحرارة عالي. لو الطفل نشيط وبياكل كويس مش لازم أدي خافض الحرارة لمجرد إن الترمومتر بيقول لي إنها أكتر من 38.5. الهدف الأساسي من هذه الأدوية واللي موجود في كل المراجع بتاعة الأدوية الطبية العالمية هو راحة الطفل وليس نزول الرقم. الخطأ الثاني الشائع وهو الخلط بين الأدوية الخافضة للحرارة، يعني في ناس بتدي مثلا باراسيتامول وبعدها تدي مباشرة ايبوبروفين في اعتقاد منهم ان ده هينزل الحرارة أسرع. ده مش صح وممكن كمان يسبب مشاكل لو الجرعات مش محسوبة كويس. الأفضل إن أنا أختار واحد منهم وأمشي عليه حسب الجرعة والمدة الزمنية المقررة من الطبيب أو من الصيدلي، أو أبدل بينهم بفاصل زمني محدد برضو حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي. تالت خطأ وده برضو خطأ شائع وهو إن الجرعة ما تبقاش محسوبة بالوزن. معظم الناس بتحسب الجرعة بالعمر فقط وده مش كافي، ولازم الجرعة تتحسب بالاتنين، عمر الطفل ووزنه. طب إيه بقى الأخطاء الشائعة اللي ممكن نشوفها في استخدام الكمادات؟ في ناس بشوفها بتستخدم كمادات بميه ساقعه جدا او تلج، وده خطر. ده مش بس كمان خطر، ده ممكن كمان يؤدي الى تاثير عكسي على الحراره لانه بيؤدي الى انقباض الاوعيه الدمويه، وده ممكن يرفع حراره الجسم اصلا. كمادات تتعمل على الجبين او على الايدين او على الرجلين. الكمادات المفروض انها تتعمل على اماكن الاوعيه الدمويه الكبيره زي تحت الابطين او بين الفخذين، لان دي الاماكن اللي بيعدي فيها كميه دم اكبر فتتبرد كميه دم اكبر فتنزل حراره الطفل احسن. او خطأ تاني يمكن مش شائع او في زماننا، ده كان شائع اكتر زمان، وهو كمادات بخل او بكحول، وده خطر جدا بالذات كل ما عمر الطفل يقل، يعني في الاطفال الرضع او قبل سن سنه، لان ممكن يتم امتصاص بعض من هذه المواد من الجلد وممكن تؤدي في بعض الحالات كمان الى التسمم. طيب امتى بقى لو طفلي سخن اروح للطوارئ مباشرة؟ اول حاجة لو الطفل ده اقل من 3 شهور وحرارته اكتر من 38 ما ينفعش يقعد في البيت. مفيش حرارة في السن ده ينفع تستنى من غير ما يشوفها الطبيب مباشرة فورا. لو الحرارة مش بتستجيب لأي خافض، لو الطفل عنده كسل او خمول شديد وقلة في الرضاعة او امتناع عن الاكل، لو في بكاء مستمر بصوت غريب او في زرقة في الجلد، لو في تشنجات مع السخونية، او لو في علامات واضحة لالتهاب مسبب الحرارة دي زي صعوبة في التنفس او طفح جلدي غريب. عموما حابب اختم ببعض النصايح العامة اللي لما يكون الطفل عندك سخن تحاول تمشي معاها، طبعا ده بافتراض ان انت استبعدت كل العوامل الخطيرة اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني مثلا انك تلبسه خفيف ولا تكشفه خالص ولا تغطيه بزيادة، تخليه يشرب سوائل كتير، ولو في سن رضاعة تزود عدد الرضعات، تراقب سلوك الطفل مش بس درجة الحرارة، تستخدم الترمومتر الرقمي لان هو الاضبط وتستخدمه كل مرة في نفس المكان اللي بتقيس منه. السخونية حاجة بتخضنا كلنا كأبهات وأمهات، ولكن لما نعرف ازاي نتصرف صح هنطمن أكتر. وافتكر دايما إن الراحة أهم من الرقم، ولو عندك شك في أي لحظة استشير الطبيب. لو استفدت من الحلقة شاركها مع أي حد عنده طفل في البيت،
وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان توصلك بقية الحلقات أول بأول. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز. أشوفكم على خير.